يقول هل يجوز أني فاطر أم هي بمعنى خالق أم الأفضل قول إني مفطر يعني يجوز أن يقول أني فاطر، أنا فاطر اليوم. هي مفطر لأن من الفعل الرباعي أفطر وليست من فطر، إنما هي الفعل الرباعي أفطر، فأفطر اسم الفاعل منها مفطر، فقول أنا مفطر. هذا من جهة إيه؟ من جهة اللغة. لكن لو العام قال أنا فاطر النهاردة ما فيها إشكال، هذا ليس فيها إشكال. وفطرها يعني أنشأها على غير مثال سابق، كما جاء في التفسير إن ابن عباس لما سمع يعني عربي يقول أنا فطرتها يعني أنا أنشأتها وأبدعتها وأوجدتها. نعم، فلا بأس أن نقول أنا أفطر أو أنا كذا. وبعدين كقاعدة عامة بالنسبة لأفعال الرب سبحانه وتعالى اللي ما تختص به يجوز أن أقول مثلا أنا مثلا أوجب كذا، أنا أنزل، أنا أستوي على كذا، والله يستوي والله ينزل إلى السماء الدنيا، ما فيها إشكال. ما يقال هذا من باب المنع، لأن هذا لله وللعبد. نعم.